احنا اللي بنعمل من الفسيخ شربات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو حاجه باظت منك مش بنرميها، حرام، الحاجه بقت غاليه اليومين جدا اليومين دول، فبنحولها لحاجه روعه جدا. انا امنيه سامي، اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وصفتنا النهارده بقى هي مش وصفه، هي كنت ناويه اعمل لكم وصفه بس للاسف باظت مني. طب هل هرميها؟ لا طبعا، هحولها لحاجه خرافه عادي. يعني كلنا، حتى اكبر الشيفات في مصر ممكن كيكه منهم تبوظ او تهبط او يحصل لها اي مشكله في التسويه. ده اللي حصل لي. كنت ناويه اعمل لكم وصفه الكيكه رهيبه بس للاسف نسيت وفتحت عليها الفرن بعد ربع ساعه. كنت ناسيه يعني ان انا سايباها بقالها ربع ساعه بس، فهبطت مني. هل هرميها؟ عملت لكم بيها وصفه جميله. تعالوا شوفوا معايا الوصفه بالتفصيل. اول حاجه قررت اعمل كريمه عشان ازوق بيها الكيكايه اللي باظت مني. عباره عن كوبايه من اللبن، زي ما قلت لكم كذا مره لازم تبقى ساقعه كويس قوي. بننزل عليها كيس كريم شانتيه، بننزل عليها معلقتين كبار من القشطه. كذا حد كان يبعت لي لو ما فيش قشطه اعمل ايه، ممكن تحطوا معلقتين كبار من اللبن البودر او من غير خالص. هو بس يعني فايده القشطه او اللبن البودر بيدي دسامه بس للكريم شانتيه. وانا الكريمه ما بحطلهاش اي سكر عشان بستكفي بالسكر بتاع الكيكه. انتوا بتحبوا تزودوا سكر ممكن تزودوا معلقتين سكر بودر. هنا كنت بجيب الكيكه بتاعتي قسمتها نصين ورجعت تاني احط النص الاولاني في القالب، والكيكه زي ما انتوا شايفين يعني كانت مكتومه كتمه. الحمد لله ان هو يعني حولناها لوحه فنيه. هنبدا ننزل بالراحه عليها كده بكوبايه من اللبن عشان الكيكه تشربهم وتبقى جوسي شويه. هنبدا بعد كده ننزل بنص كميه الكريم شانتيه اللي احنا عملناه ونوزعهم كويس على الكيكه. بعدين بننزل بالطبقه التانية من الكيكه بتاعتنا ونبدا نخرمها كده بالسكينه عشان هننزل عليها برضو بشويه من اللبن، فاللبن ينزل في فتحات الكيكه ويخليها طريه شويه. هنا هننزل بحوالي كوبايه الا ربع من اللبن، مش هننزل بكوبايه كامله زي ما عملنا في الجزء التحتاني. بعدين بنحط على الوش بقى باقي الكريمه بتاعتنا ونوزعها كويس جدا، وبعدين ندخلها التلاجة لمده ساعتين. ما نطلعهاش ولا نقطعها خالص قبل ساعتين عشان الكريمه بتاعتنا تمسك كويس جدا في الكيكه. هنا خلاص بقى كنت طلعتها من التلاجة وهبدا اقطعها لكم وتشوفوا جمالها. ولا بجد طعمها كان عامل ازاي، بجد كانت تحفه. مش عارفه ازاي دي كان ممكن تترمي اصلا في الباسكت. طبعا كنت مجهزه صوص كراميل عشان تحط على الوش، ممكن تحطوا صوص شوكولاته، صوص فراوله، صوص مانجا، شوفوا اللي تحبوه، هي هتبقى تحفه في اي حاله. طبعا صوص الكراميل انا نزلته كذا مره شورتس عندي على القناه، وقد ايه بعد ما كانت الكيكه مكتومه وكانت ناشفه بقت طريه وجوسي وطعمها بجد كان تحفه. فبجد يا ريت اي حد حاجه تبوظ عنده ما يرميهاش، يحولها لأي حاجة جميلة تانية. وانا معاكم في اي مساعدة تكتبولي في الكومنتات لو حاجة باظت معاكم هقول لكم تحولوها لايه بالظبط. وكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده بيفرق معايا كتير. مستنية كومنتاتكم علشان يشجعني انزل لكم فيديوهات كتير. واللي عايز اي وصفة او اي استفسارات يكتب لي في الكومنت وانا هرد عليه ان شاء الله. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه ما عملش اشتراك ريت يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. واستنوني ان شاء الله المرة الجاية في اكلة جديدة ووصفة جديدة. سلام.